السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في إيدو تشاو استوديو. نبدأ نتكلم على مكتبة من أقوى المكاتب اللي ممكن تستخدمها وأنت شغال مثلا بتبني بروجكت لنفسك أو مثلا عايز تحط أسيتس في لعبة. وطبعا الأسيتس كلها تقدر تتحكم في كل حاجة فيها، يعني تقدر تغير حجمها، تغير شكلها، تغير الطول، تغير العرض، السمك، كل حاجة تحكم كامل من خلال الجيومتري نود. هنتكلم عليها كلها النهاردة بالتفصيل. طب دلوقتي أول حاجة قبل ما نتكلم على المكتبة كلها، عايزين الأول إزاي أثبت المكتبة. إزاي أثبت المكتبة؟ هادوس على edit preferences، وبعد كده هاختار آخر واحدة هنا اسمها file path، وبعد كده هاجي هنا ألاقي علامة البلس، بادوس عليها وهاشوف أنا حاططها فين عندي في الكمبيوتر، أو أنا حمّلت الملف وحطيته فين في الكمبيوتر وهاجيبه. هتلاقي إن أنت حمّلت ملف مضغوط زي كده، هتفكه هيفتح معاك كده. أنت بس خلّي الpath عليه، بعد ما تخلّي الpath عليه هتخلّي الاتجاه هنا. بعد كده هنخش blender عادي ونتحكم بقى فيه بمنتهى السهولة. ودلوقتي هاتأكد إزاي إن أنا المكتبة بتاعتي موجودة. هاروح جاي هنا على الجنب، أول ما ألاقي السهم بتاعي شكله اتغير كده هاقسم الشاشة نصين، وبعد كده هادوس هنا وهاختار على الassets. بعد ما أخش على الassets دي طبعًا أغلب الassets اللي عندي، وعندي assets في حتة تانية، فدلوقتي لو جيت دوست على GN assets هالاقي إن أنا موجود عندي الassets هنا. هاقعد أجرب فيها بقى كلها واحدة واحدة، فهنخش نشوف دلوقتي أقدر أستخدم كل ده إزاي. دلوقتي خلاص المكتبة بقت موجودة عندي، فتعالَ كده نجرب ونشوف ليه المكتبة دي مهمة، وليه يعني إيه تحكم كامل في كل قطعة في الassets. فدلوقتي لو أنا جيت خدت الصحن ده مثلًا جِبته لحد هنا، بعد كده رُحت دايس على الداش خلّيته هو لوحده قدّامي، بصّيت كده عليه مثلًا من قدّام أو من الجنب أيًا كان مثلًا بزاوية كده، فدخلت مثلًا على الmaterial عشان أبقى شايف الmaterial بتاعته. هو طبعًا في cycle أحلى من كده بكتير، فممكن تخش نحط HDRI هنعمل كده دلوقتي. المهم دلوقتي هو موجود معايا، خلاص بقى موجود. فدلوقتي لو جيت دخلت على علامة الضبط، هالاقي إن أنا موجود معايا الشكل ده بالضبط. ده مهم جدًا بقى، لإن أنت هنا تقدر تتحكم في كل قطعة. يعني مثلًا شايف أنت الحظ دوّة أو اللي هو القطعة المعدنية دي، أقدر أخلّيها مثلًا 3. تمام، أقدر أخلّي القطعة المعدنية 3 أو واحدة بس، أو على حسب اللي أنا عايزه. طب ماشي، أقدر أتحكم في إيه تاني؟ أقدر أتحكم في اللي هو هل هم متصلين ببعض بدرجة كفاية والّا هم قريبين من بعض أوي. يعني مثلًا ممكن أخلّيها رفيّع كده، والمقبض ده متفاعل مع دوّة بشكل ديناميكي. يعني مثلًا ده رفيّع جدًا فده هيبقى رفيّع، ده تخين أوي فده هيبقى تخين. مثلًا السمك بتاعها ذات نفسه، مثلًا خلّيتها كده سمكها كبير أو سمكها قليل، أيًا كان أقدر أعمل كل اللي أنا عايزه. طب الخشب دوّة، الخشب لوحده أقدر أتحكم في عدد الخشب. يعني مثلًا عندي هنا كده شايف ده كده الطول بتاع الخشب سواء كان مثلًا عايز صحن صغير، عايز صحن كبير، أيًا كان. طبعًا السمك اللي هو العرض بتاعه، القطر بتاعه من جوّه أقدر أخلّيه مثلًا، طب أقدر أخلّيه كمان رفيّع من فوق أو تخين من تحت. يعني مثلًا كده خلّيته تخين من تحت أكنه مثلًا دلو أو أيًا كان. وعندي مثلًا حاجة زي كده، طبعًا ده البُعد ممكن أبعدها عنها، ممكن أقرّب. وهي في الآخر يعني مثلًا حتى في البُعد لو أنت وصلت للآخر هي هتلاقيها لازقة، فاهمني؟ مش يعني هم متفاعلين مع بعض بحيث إن هم إيه، في المنطقي منه. طبعًا هنا المكان أقدر أطلّع مكانها أو أنزّل براحتي زي ما أنا عايز. وعندي إيه تاني، طبعًا أنت هتجرّب كل الحاجات دي بقى مع نَفْسك واحدة، واحدة. ده كده السمك بتاع الخشب اللي جوّه، يعني مثلًا أقدر أتحكم في السمك بتاع الخشب، حتى حجم الliquid اللي جوّه حجم المَيّة ديّة، وأقدر أقللها أو أزوّدها براحتي. يعني مثلًا كده شايف أنت كده الدلو مليان على الآخر، وكده فاضي خالص، فممكن أحط فيه شوية مَيّة قليلين، كتير، على حسب اللي يخدم القصة أو يخدم السيناريو اللي أنت بتشتغله. حتى الrandom بتاع الخشب أقدر أغيّره، يعني مثلًا عندك في random هنا بتاع الخشب أقدر أغيّره. فدلوقتي لو جيت كده بصيت شايف أقدر أطلّع دُولة كده أو أنزّل براحتي في الrandom بتاع الخشب، والعدد بتاع الخشب برضه نَفْسه. يعني هنا كده مثلًا هو كده 1% ممكن أخلّيه مثلًا أصغر، ممكن أخلّيه خشب رفيّع خالص، بس مش منطقي. يعني أنت تخلّي مثلًا الخشب إيه، المنطقي بتاعه. وآخر حاجتين أقدر أتحكّم فيهم هو طبعًا الحجم العام بتاع الobject بتاعي، مثلًا كده كبير أوي أو صغير خالص براحتي زي ما أنا عايز الحجم العام، أو الrandom بتاع الspeed أو السرعة بتاعة الخشب دوّة. يعني مثلًا حبّة هناك ارتفاع هنا، ارتفاع أقل، أيًا كان. فأنت عندك كل دُولة تقدر تتحكّم فيهم في الصحن ده بس، عشان تطلّع المنتج اللي أنت عايزه. فأنا ممكن دلوقتي أروح أعمل منّه مثلًا 15 أو 20 شكل كلّهم غير بعض. طلّع منّه إيه 15 أو 20 شكل كلّهم إيه، كلّهم غير بعض. حاجة تانية، فأنت دلوقتي لو جيت دخلت على الedit mode مش هيرضى يدخّلك، لإن الobject ده أساسًا مش معمول بالedit mode خالص. يعني مش معمول بvertex وإدجات ما فيش أي حاجة من الكلام ده. طَب أنت عايز تعرف هو اتعمل إزاي؟ طبعًا هاورّيك حاجة دلوقتي ما أتمناش إن أي حد يسحل نَفْسه في حاجة زي كده، ولكن العالم أصلًا متوجه لها. فأنت لو جيت كده دخلت على الgeometry node وجيت بصّيت، هتلاقي إن ده شكل الgeometry اللي اتعمل منّه الobject ده بس. يعني الobject دوّة معمول بالخريطة الكبيرة أوي دي بتاعة الgeometry node. طبعًا لو أنت مهتم بالgeometry node تقدر
تخش هنا بقى تركّز تشوف منين بيودّي على فين وتفهم، بس هو فعلًا بتطلّع حاجات قوية جدًا، جدًا، جدًا تقدر تستخدمها في كل الألعاب، وبيكون الobject مش تقيل زي الvertex والedgeات والfaces والحاجات دي، بيكون خفيف جدًا، تمام؟ تعالَ كده نشوف مثلًا حاجة تانية، لو جينا مثلًا جِبنا الترابيزة مثلًا ديّة حطيناها هنا، طبعًا الترابيزة زي ما أنت فاهم هتقدر تتحكم في كل حاجة فيها يعني الجزء اللي فوق ده لوحده ودي لوحدها والرجول لوحدها، كل حاجة. مثلًا عندك هنا كده أهو العرض، عندك الطول، كل حاجة، عندك العرض يمين وشمال، وعندك دي القطعة اللي فوق بس، عندك هنا كده الرجول من تحت تقدر تقرّبها من بعض أو تبعدها، والجزء اللي فوق الارتفاع بتاعها تقدر تخلّيها رف طويلة أوي أو رفيّعة أو أيًا كان تخدم المشهد بتاعك، طبعًا دول ال4 خشبات والmaterial ديناميكية، يعني حتى الmaterial بتتفاعل مع شكل الخشب بتاعك يعني فاهمني، الmaterial بتتغيّر مع شكل الخشب بتاعك لإن الUV متصلة مع إيه، مع الgeometry node. فلو جينا كده بصّينا حتى الجزء اللي تحت ده اللي هي الخشبة اللي تبقى مساندة تحت برضه موجودة، عندك ممكن تخلّيها مثلًا أكنّها مدوّرة كده أو لأ، وعندك الطول بتاعها، وعندك العرض بتاعها ذات نَفْسه، اللي هو الجزء اللي تحت ده بس. طبعًا تحكُّم كامل زي ما أنا قُلت لك، تقدر تغيّر اللون، أي لونين تقدر تغيّرهم مع بعض يكونوا مثلًا ماشيين مع بعض فاهمني، عشان خاطر إيه، اللي هو التجزيعة بتاعة الخشب، ولكن هم طبعًا مدّيك material جامدة جدًا تخلّيك بيها يعني، ممكن تغيّرها براحتك زي ما أنت عايز. إيه تاني عندنا؟ عندنا كل دول طبعًا نفس الكلام، يعني أي حاجة عليها علامة الobject فهي بتيجي لك والتحكُّم معمولة بالgeometry node والتحكُّم بتاعها موجود معاك تقدر تتحكّم فيها زي ما أنت إيه، زي ما أنت عايز. فمثلًا لو جينا كده جِبنا الكرسي ده وجيت بصّيت عليه هتلاقي أنت بتتحكّم في الجزء اللي تحت، الجزء اللي قدّام، أيًا كان، كل حاجة فيه تقدر إيه، تتحكّم فيها بمنتهى السهولة، حتى الخشب اللي هو موجود فيه دوّة تمام، تمام. فحاجة تانية برضه مهمة جدًا، عندك لو جيت بقى بصيت على الجيومتري اللي هو متصلة دوّة، فدوّة أنت دي خامة أنت تقدر ترميها على أي object تاني، يعني إيه خامة أقدر أرميها على أي object تاني؟ يعني مثلًا جبت هنا مثلًا tourist حاجة زي كده ورُحت منعّمها تمام، shadow auto smooth وأنا عاجبني مثلًا الشكل بتاع الخامة دي، رُحت واخده وراميه كده على الobject بتاعي، هالاقي إن الشكل بتاعي خد إيه، خد الmaterial بتاعة الtourist بس هل أقدر أتحكم فيه؟ أيوه still أقدر أتحكم فيه تمام، أقدر أتحكم في شكل الmaterial. حاجة تانية برضه أكتر تفصيلية، لو أنا جيت دلوقتي دوست shift A وجِبت plane وبعد كده زوّدت في الplane دي vertex من جوّه كده مثلًا خلّيت دول 4 وبعد كده مثلًا حطيت واحدة هنا وجيت خرجت، كل vertex من دول لمّا أرمي عليها الgeometry node هتتحول لخشبة لوحدها. يعني مثلًا جيت كده رُحت سايب هنا، هالاقي إن كل vertex أصبحت إيه، أصبحت خشبة لوحدها، فلو حبيت أعمل سياج زي ده هاعرف أعمله بمنتهى السهولة، هاخلّيهم متصلين ببعض وهابدأ بقى أزوّد من هنا كده الطول والعرض، كل التحكُّم اللي عايز أتحكّمه هاقدر أعمله إيه، في الخشب، ولازم أراعي اتجاه الvertex لإن كل vertex من دول ليها اتجاه. تمام، أقدر أظهر ده طبعًا من هنا، ولكن دلوقتي أنا عايزك بس تعرف أنت تقدر تتحكم في إيه، في كل حاجة حتى الmaterial ذات نفسها الside بتاعها تقدر تتحكم في إيه، في شكل الmaterial يعني مثلًا غامقة من حتة، فاتحة من حتة، أيًا كان الmaterial ديناميكية معاك بتتحرك بمنتهى السهولة. عندك مثلًا آخر حاجة مثلًا عايزين نتكلم عليها لو إحنا قلنا السلم دوّة، وبعد كده بصينا عليه من قدام، طبعًا السلم بنفس الطريقة الgeometry إن أنت تقدر تتحكم في كل حاجة فيه، السياج ده أو السمك بتاع الخشب أو حتى الارتفاع أو أيًا كان. هاجي هنا طبعًا عند الضبط وهاقعد بقى أتفرج كده مثلًا زوّدت هنا ده السياج ذات نفسه، تمام، هنا كده في 1 أو 2 تمام، أو 3 أو 4 براحتك زي ما أنت إيه، زي ما أنت عايز، شايف؟ كلّهم إيه، ماسكين مع بعض وكلّهم ممسوكين بالألمونيوم بتاعهم أو أيًا كان. عندك هنا السمك بتاع السياج نفسه، تمام، أقدر أخلّيه تخين أو رفيّع، وطبعًا السلالم أقدر أتحكم فيها في الارتفاع، عددها، شايف؟ كده وهُم عمّالين يقرّبوا من بعض، سواء كانت السلالم قريّبة أو أيًا كان، دي هتنفع الناس اللي شغّالة في التصميم المنزلي أو الفِلَل أو أيًا كان، حاجات زي كده. طبعًا عدد السلالم أقدر أخلّيه قليل أوي أو كتير، تحكُّم كامل، كل الassets ديّة تقدر تتحكّم فيها وفي شكلها بكل الطرق الممكنة، فمش عايز أطوّل عليك وقتك، القطع اللي أنت محتاجها في الproject بتاعك خُدها وعدِّل عليها بمنتهى السهولة. ولو لسه ما شُفتش حلقة الإطارات اللي بتتغيّر حجمها وشكلها بالgeometry node على حسب أي شكل كاوتش عربية أنت عايزه، فالحلقة موجودة ومدتها صغيرة جدًا وتقدر تحمّل الملف بتاعها زي الحلقة دي بالضبط، وأتمنى بجد تكونوا استفدتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.